ضربة جزاء بتاع حسين الشحات، لا مش ضربة جزاء. بقول لهم يا ناس يا اللي بتفهموا، يا حبايبي اللي بتفهموا، مصنف نفسك اللي انت راجل بتفهم والناس التانية ما بتفهمش، لان الغبي ما بيقولش عن نفسه غبي. هي كورة محمد عبد المنعم اللي في منطقة جزاء بيراميدز دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء؟ مش انت راجل بتفهم؟ اكتب لي في الكومنت لو انت فعلا بتفهم. دي مش ضربة جزاء. الفاولات اللي بتتحسب على النادي الاهلي ومعاها انذارات دي بتبقى فاولات فعلا وتستحق الانذار فعلا. الفاولات اللي ملهاش اي معنى بتتحسب لنادي بيراميدز دي كانت بتبقى فاولات. يا راجل يا طيب يا اللي بتفهم ومصنف نفسك بتفهم. الزمالك وجماهير نادي الزمالك بعد السوبر الافريقي لما راح اللي هيتلعب في السعوديه خايفين، اصل مستشار تركي آل الشيخ، اصل التحكيم، اصل الحكايه، اصل الروايه، ويطلع بيان يقول لك وتطلع الناس بتوع الزمالك يقول لك اصل الزمالك هينسحب، اصل الزمالك مش عارف ايه. لا يا عم الحاج، الزمالك مش هينسحب والزمالك مكمل وهيلعب السوبر الافريقي. رحيل محمد مجدي قفشه، رحيل رضا سليم، رحيل الضو كريستو، رحيل بيرسي تاو، معاه كواليس لوز اللوز، معاه صفقات النادي الاهلي، معاه اخبار على الفرق، على النادي الاهلي، على الفرق المصريه، على الفرق العالميه، فما تروحش مني بعيد وخليك معايا لاخر الفيديو لاني معايا كواليس لوز اللوز. كوبايه شايك، كوبايه قهوتك، وتعالى اتفرج على سيد عرب وخير مبدا بيها صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو اوعى تبخل عليا باللايك، ما عجبكش الفيديو برضو ما تبخلش عليا باللايك. بعد اذن حضرتك عايزين الفيديو يوصل لاكبر قاعده جماهيريه من جمهور المصري، مش هقول لك بقى جمهور النادي الاهلي لان انا عاشق للنادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي. عايزين الناس اللي بتفهم تفهم، عايزين الناس اللي بتفهم تفهم. طيب حكايه وقصه. امبارح بعد فوز النادي الاهلي على بيراميدز 3-2 والاهلي عمل مباراه عالميه وبيوري فعلا حجم بيراميدز. انت اول فرقه تلعبها بتضغط عليك، اول فرقه تلعبها بتضغط عليك اللي هو فرقه النادي الاهلي. واضح الفرق كبير. انت حضرتك رحت بكورتين بجونين، عملت حاجه تاني؟ في شوطه شت على الشناوي طلع كوره، طب في كوره في العارضه؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي خطوره على محمد الشناوي غير بالكورتين اللي حضرتك رحت بيهم، وكانت غلطات من الدفاع وغلطه من الشناوي. نيجي لضربه الجزاء. اصل حسين الشحات يا عم الحاج اصل ما داس على دماغه وداس على رجليه، اصل هو اللي دايس وهو اللي عامل. يا راجل يا طيب يا ابو قلب طيب، هو دلوقتي لما حسين الشحات راح مرقص الراجل اللي هو محمد حمدي بتاع بيراميدز، حلو كده، لولا تدخل محمد حمدي ماشي حسين الشحات كان رقصه وراح الجون. وما الراجل عشان خد رجل حسين الشحات، وما حسين الشحات هيحط رجليه فين؟ وانت لا انت هتنسى كان النادي الاهلي بيلعب الزمالك لما الكعب مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب وراح خابط مش عارف بن شرقي ولا حد خبط فيه من لاعبين نادي الزمالك واتحسبت ضربه جزاء ومع ان هو اللي راح للاعبي النادي الاهلي. يا جدعان افهموا، ده انت مصنف نفسك بتفهم. طيب حضرتك انسى دي، طب دي مش ضربه جزاء، طب قول كلمه حق. انت كجمهور بتفهم وواعي وبتقول على نفسك واعي وبتفهم وناس تانية ما بتفهمش ماشي، قول كلمه حق. كره محمد عبد المنعم اللي هو المهاجم بتاع بيراميدز داهس رجل محمد عبد المنعم في منطقه الجزاء بتاع بيراميدز، دي ما تستحقش ضربه جزاء. قول كلمه حق، خلي عندك دم، قول كلمه حق، ما تستحقش تبقى ضربه جزاء وش معلش. والفار كان نايم، الفار بان عليه كان ايه يعني ما اعرفش الصراحه، بان عليه اتحاد الكره استرخص وجاب حكام مع ان النادي الاهلي دافع كتير. فما تعرفش السبوبه بقى بتروح فين ولا بتيجي منين، ما اعرفش، مش عايزين نخش في نيات الناس. طيب يا سيدي السوبر الافريقي هيتلعب خلاص في السعوديه. من ساعه ما عرفنا ان هيتلعب في السعوديه برضو اعلام نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك لا ايوه يبقى كده البطوله موجهه، اصل مستشار تركي آل الشيخ بيظبط الحكام ولازم الحكام مصريين ولازم بحكام. يا عم حكام مصريين مين يا عم الحاج؟ على فكره تبع يعني تبع ده اسمه سوبر افريقي مش سوبر مصري، فلازم يبقى حكم افريقي، يطلع بقى مصري، يطلع بقى اوغندي، يطلع من نيجيريا، اهم حاجه يبقى افريقي وخلاص، مفيش حاجه اسمها مصري، مفيش حاجه اسمها مصري. يا ريت يعني الناس اللي بتقول على نفسها واعيه وبتفهم تبقى فعلا بتفهم. بعد وقت محمد مجدي قفشه المباراه امبارح سمعنا اللي فيه مفاوضات مع محمد مجدي قفشه اعاره لمده موسم للنادي الخلود، عايز ياخد النادي الاهلي كله، فرقه الخلود السعودي عايزه تاخد النادي الاهلي كله. وصل وعرض رسمي لمحمد مجدي قفشه، لكن مارسيل كولر متمسك بقفشه مع النادي الاهلي. مارسيل كولر مش عايز محمد قفشه يمشي من النادي الاهلي عشان الناس تقول لك اصل في مشاكل، اصل في مش عارف ايه، اصل في الحكايه لا يا عم الحاج،
مارسيل كولر متمسك بمحمد مجدي قفشه وتم رفض العرض تماما. بيرسي تاو وصل عرضين، بيرسي تاو وصل عرضين رسمي للنادي الاهلي، واحد من كايزر تشيفز الجنوب افريقي والتاني من الخلود السعودي، لكن اللاعب متمسك بالبقاء بالنادي الاهلي. اللاعب، وكان عندي معلومه قبل كده ان بيرسي تاو شرط على كايزر تشيفز لو هاجي يجي موسيماني معايا، يجي موسيماني معايا، لكن اللاعب متمسك بالبقاء في النادي الاهلي. طيب محمد ضو كريستيا، محمد ضو كريستيا يا سيدي، نادي الرجاء كان المفروض ان هو مخلص معاه. المشكله بس في بند الشراء، النادي عايز يفعل بند الشراء والنادي الاهلي بيقول لك لا، مش عايز حته تفعيل بند الشراء ده خالص، مش ما تبقاش موجوده. فالمفاوضات رايحه وجايه لحد ما دخل الصفاقس التونسي. اللاعب مايل للصفاقس لان هو تونسي، مايل للصفاقس اعاره، ده كلنا بكلمك على اعاره، مفيش بيع. حتى اليو ديانج طالع اعاره، اليو ديانج طالع اعاره. رضا سليم جاله عرض من الرجاء، لكن رضا سليم قال لك لا، انا موجود مع النادي الاهلي، انا موجود مع النادي الاهلي. الخلود شكلها تاخد، يعني نادي الخلود شكله هياخد النادي الاهلي، هياخد فرقه النادي الاهلي كلها. عايز بيرسي تاو، عايز محمد مجدي قفشه، عايز اليو ديانج. ايه يا عم الحاج، طب ما تسيب حاجه، طب ما تسيب حاجه. المفروض الصراحه يعني، المفروض يعني محمد الشناوي راجع نفسه شويه. محمد الشناوي انت حارس مرمى كبير، حارس مرمى رقم واحد في مصر، حارس مرمى الاول في النادي الاهلي، المفروض تراجع نفسك شويه. تطول واحد في الملعب، كوره زي دي في السكس يارده، كوره زي دي في السكس يارده تطلع تديها بالبوكس. ده انت لو ما طلعتش الجامب، ده انت لو وقفت كده على مشط رجليك الموضوع خلص. حتى لو مش مقدر الكوره ان انت ما تطلعش، يعني انت مش هتجيبها، لا خليك واقف في مكانك على الاقل، تبقى يعني في واحد على يمينك واحد على شمالك وانت واقف في النص، حد يقدر الكرة تخبط فيه. ما انت حضرتك تطلع وتقف، انت كده خلاص بقيت على الثابته، هتقع مكانك خلاص. فلكن لازم الكابتن محمد الشناوي يراجع نفسه، في وحش وراك، مصطفى شوبير وراك، وانا بقول لك اهو مصطفى شوبير مش قاعد لله والوطن، مصطفى شوبير مش قاعد لله كده، مش قاعد لله، اكيد واخد وعد انه هيبقى الحارس الاساسي للنادي الاهلي. لان شفناه امبارح كورتين راح على الشناوي في مباراه بيراميدز، الموضوع خلص خلاص بجونين، كورتين بجونين، ما شفناش الشناوي تاني. الشناوي تاني بيبص كوره، الكوره بترجع له بطيئه، لعيبه النادي الاهلي بترجعها له، لكن كاختبار حقيقي هو الجونين، والجونين دخلوا. طب يا سيدي بص بقى، انا ما 10 اخبار لوز اللوت بس الفيديو الجاي، بس عشان بقى في شويه نوش من كندا ومحمد وريماس، لو حصل اي حاجه فادوا لايك بقى عشان خاطر كندا جايه يا حبيبتي اهو، تندهلي كندا، ادوا لايك عشان خاطر كندا. واذا نسيت تصلي على الحبيب صلي على النبي دلوقتي، واذا نسيت تدي لايك دلوقتي حالا بعد اذن حضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.